السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في دردشة مع رشا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اولا انا حابة اشكر كل الناس اللي بتتابعني واللي بتشاهد الفيديو بتاعي من اي دولة. بشكركم جدا. وربنا يجعلني أكون عند ثقتكم وأقدم محتوى فعلا يفيدكم ويفيد أولادكم. أرجو الاشتراك في القناة يعني عشان القناة تترفع. النهاردة أنا حابة أتكلم معاكم عن أولادنا والمذاكرة. إحنا طبعا كلنا الفترة ديت مهتمين جدا بمذاكرة ولادنا وبدراستهم وعايزين كلنا أولادنا يتفوقوا. تمام. فإحنا علشان أولادنا تنجح بتفوق أول حاجة محتاجينها إن إحنا نبعد أي مشتتات عن أولادنا. أي مشتتات زي إيه؟ زي ان ما يبقاش الغرفة اللي ابنك قاعد بيذاكر فيها او بنتك بتذاكر فيها يبقى فيها تلفزيون او شاشة او تليفون او كمبيوتر. تمام. تاني حاجة، الغرفة اللي هو هيذاكر فيها ديت لازم تكون غرفة مرتبة، ولازم يكون المكتب بتاعه ما عليهوش اثناء المذاكرة، ما يبقاش عليه حاجة غير المادة اللي هو هيذاكرها وبس، ما يبقاش عليه اي حاجة تانية. ليه؟ علشان عقله ما يتشتتش. وخصوصا كمان بقى لو هو مثلا يعني عنده مادة ما بيحبهاش والكتاب بتاعها او الورق بتاعها محطوط جنب منه وهو بيذاكر في مادة تانية، فساعة ما عينه كده يعني ما تيجي على ديت نفسه هتتسد على طول. فاحنا نعمل ايه؟ يعني نخلي نفهم ولادنا ان هم وقت المذاكرة ما يبقاش موجود على مكتبهم غير المادة اللي هو بيذاكرها. تاني حاجة، والحاجة ديت أنا والله يعني جربتها مع أولادي قبل كده، إن انتي تخلي ولادك يذاكروا تلت ساعة وياخدوا 10 دقايق بريك. تلت ساعة مذاكرة و10 دقايق بريك. هتقولي لي ال10 دقايق دول هيفرقوا معاه؟ اه، ال10 دقايق دول هيفرقوا. في ناس بتدي 5 دقايق بريك، بس أنا يعني بدي 10 دقايق بريك. ال10 دقايق دول سيبيه يعمل اللي هو عايزه فيهم. يعني في ال10 دقايق دول سيبيه، عايز ياكل يقعد ياكل، عايز يتفرج على التلفزيون يقعد يتفرج على التلفزيون، عايز يكلم واحد صاحبه في التليفون يكلم واحد صاحبه في التليفون. تمام. ال10 دقايق دول ملكه هو. قولوا له بس انت مش هتاخد ال10 دقايق غير لما تكون ذاكرت فعلا التلت ساعة ديت وتكون ذاكرتها كويس. طبعا دوت بمتابعة بقى الأم والأب مع أولادهم. تمام. ابنك يذاكر ويحصل معلومات اكتر لازم تبقى هو بيتغذى تغذية سليمة. وعشان ابنك يتغذى تغذية سليمة لازم تهتمي ان وجبة الغداء بتاعته يبقى فيها بروتين وخضروات. واهم حاجة كمان طبق السلطة. لازم تعودي ابنك او بنتك ان هما ياكلوا طبق سلطة كل يوم. طبق السلطة دوت هيفرق معاهم لان هيديهم فيتامينات ومعادن هما محتاجينها جنب البروتين اللي انت بتقدميه، جنب طبق الخضار اللي انت طبختيه النهارده. ندخل الفاكهة. الفاكهة برضو معانا. عندنا شوية فواكه كويسة، يعني عندنا البلح الأسود وعندنا الرمان وعندنا الجوافة. كل الحاجات ديت فيها حديد وفيها فيتامينات فتساعد على ان المعلومة تثبت في المخ بشكل أحسن. ظبطة مواعيد النوم، لأن مواعيد النوم لما ابنك هتنيميه كل يوم بدري، يعني في حدود كده الساعة 10، 10:30 يكون آخرهم، يعني يوم ما يسهر قوي يبقى 11. لأن طبعا ولادنا بيصحوا تاني يوم بدري. فلما انت تنيميه على 9، 10، تمام، هيبقى هو تاني يوم نشيط. انما انت لو انت عودتي ابنك او بنتك على السهر، تمام، هيجي تاني يوم من المدرسة هيبقى كسلان وما عندوش أي طاقة ولا عنده أي نشاط، وهتلاقيه يتغدى ويخش ينام. فعشان تتجنبي النقطة ديت لازم ان انت تظبطي مواعيد النوم والصحيان. ابنك، خامس حاجة، لازم تعلمي ابنك ان هو كل درس يذاكره يعمل له ملخص. هتقولي لي طب ما انا المدرسة اللي انا بديله درس عندها بتعمل له ملخص. لا، ما ينفعش. عشان تضمني ان المعلومة تثبت في دماغه بشكل احسن، يعني على الاقل بنسبة 80% او 75%، لازم تخلي ابنك بعد ما يذاكر الدرس يعمل ملخص بايديه هو. تمام.
لما هو يعمل ملخص لكل درس بإيده هو بعد ما يذاكره، انت كده بتثبتي المعلومة في الذاكرة عنده بشكل كويس. تمام. غير كده كمان ان انت يعني سادس حاجة ان انت تعلميه ان هو يعمل مراجعة على الحاجات اللي هو ذاكرها كل اسبوع. يعني مثلا الدرس ده مثلا هو ذاكره النهارده، يجي بعد اسبوع يراجع عليه مراجعة خفيفة، ماشي، ويراجع عليه مرة كمان بعد شهر. تمام. بالطريقة ديت انت كده بتثبت الدرس في ذاكرته، يعني كده بالطريقة دي هو كده الدرس بيثبت في الذاكرة عنده بنسبة 100% بإذن الله عز وجل. لازم كل أم وكل أب يبقوا عارفين أولادهم هل هم سمعيين، هل هم بصريين، هل هم حركيين. يعني إيه؟ يعني في طفل في أولاد أما بتيجي تذاكر بتحب قوي إن هي تسمع كتير. يعني إيه تسمع الدرس مرة واتنين وتلاتة، هما بيثبت في ذاكرتهم بالطريقة ديت. تمام، يبقى ابنك ده سمعي. طيب، في حد تاني بيبقى بصري. يعني ايه بصري؟ يعني بيعتمد على الخرائط الذهنية. بيحب جدا الخرائط الذهنية يعملها للدروس، بيحب جدا يعمل أشكال هندسية كده ويكتب جواها المعلومات. تمام، اعرفي ان ده ابنك دوت بيحب أثناء المذاكرة اللي يستخدم ألوان كتير، ده ابنك دوت بصري. تمام. اما بقى لو هو حركي هتلاقيه هو اثناء المذاكره يا اما ماسك الكتاب وعمال يتمشى رايح جاي بالكتاب، او عمال يتحرك من هنا لهنا. فاهماني؟ ده حركي. الطريقه ديت لما تعرفي ابنك سمعي او حركي او بصري بيسهل عليه طريقه المذاكره. وانا قبل كده يعني كنت جربت حاجة زي كده مع أولادي، وعشان أعرف أولادي بيستجيبوا لأنهي طريقة. وعلى فكرة بتختلف جدا لما بتعرفي ابنك سمعي أو بصري أو حركي. آخر حاجة بقى حابة أقولها إن يا ريت تعودي أولادك إن كل درس يذاكروه يحلوا عليه أسئلة كتيرة. حتى لو الدرس ده هم مش حابينه قوي، معلش خليهم يحلوا عليه أسئلة كتيرة، لأن حل أسئلة كتيرة دوت بيساعد إن المعلومة تثبت في الذاكرة بشكل أحسن، والمعلومات ما تتبخرش يعني زي ما بيحصل. والمذاكرة بالكتابة الحفظ بالكتابة بتوصل المعلومة بشكل أسرع للمخ. وأرجو أن أكون فدتكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.